السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وجبة سهلة جدا وسريعة وكمان مش هتاخد وقت، هتاخد حوالي ساعة في المطبخ وفي حلة واحدة. برياني الدجاج. اول حاجة عندي فراخ هشوحها في زيت وزبدة او زبدة بس او زيت بس زي ما تحبي. هنزل برشة من الفلفل الاسود. بعد كده هشيل الفراخ على جنب بعد ما اتشوحت، وهبدأ انزل ببصل متقطع شرايح او جوليان، وهبدأ أشوحه، وهنزل بقى بهيل فصوص وورق لورا ولومي وعود قرفة، وهشوح كل ده مع بعضه. بعد كده هنزل بجزراية مبشورة، وهنزل بفص ثوم مفروم، وهبدأ أشوحه. بعد ما كل ده اتشوح هبدأ أرجع بالفراخ تاني، أرجعها في الحلة، و هحط بقى توابل عبارة عن ملح وكزبرة وكمون وكركم ولون زعفران ورشة جنزبيل. وبعد كده هنزل بالمية. دي كانت رشة جنزبيل بس كنت نسيت احطها، وهسيب الفراخ تستوي. هنا كانت الفراخ استوت، هبدأ اخدها على جنب عشان احمرها. وبعد كده هنزل بالرز، انا استخدمت هنا رز مصري بيبقى جميل جدا مع البرياني، وهسيب الرز لحد ما يغلي لمدة 10 دقايق، وهوطي عليه لحد ما يكمل سواه. وده كان البرياني بالدجاج، وصفة جميلة جدا. أنا سوزان محمد، اللي لسه أول مرة يتابعني، أتمنى لو عجبتكم الوصفة تدعموني بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير، والسلام عليكم.